تعبان طول الوقت، بطنك منفوخة، تركيزك ضعيف، غالبا الكبد بتاعك بيصرخ ومش لاقي حد يسمعه. الناس فاكرة ان الكبد بيخزن السموم. الحقيقة الكبد هو الفلتر الرئيسي اللي بينقي جسمك من كل السموم، وبيعمل أكتر من 500 وظيفة حيوية، زي إنه بيصنع العصارة الصفراوية اللي بتكسر الدهون، وبينتج هرمونات بتعمل كرسول لهرمون النمو، وبتساعد في بناء العضلات وحرق الدهون وتحفيز تصنيع البروتين ونمو العظام والأنسجة وتحسين حساسية الأنسولين. وبيصنع الكوليسترول وهرمونات زي الاستروجين والتستوستيرون، وبينظم سكر الدم والكورتيزول. ولو تلف تبدأ تلاحظ أعراض غريبة زي حكة، تعب، اصفرار، ضعف تركيز، حصوات، وسكر وكوليسترول فوق السما. لكن الخبر الحلو إن في أطعمة بسيطة ممكن ترجع الكبد زيرو، زي البروكلي، الثوم، الكركم، البنجر، الأفوكادو والمشروم وزيت الزيتون. وأقوى من كل ده الصيام المتقطع، جسمك بينظف نفسه بنفسه. ابدأ من النهاردة، ضيف صنف واحد بس على أكلك وجرب الفرق بنفسك.